وبيطلع بقى الفطير طري وجميل جدا. ممكن قوي ترشيه بالبخاخ وتغطيه بحاجة، وممكن لا، انا بصراحة ما رشيتوش. خلاص، دي بقى الفطيرة المشلتتة اللي انا هعملها دلوقتي. انا بفرد كورة العجين، بفردها بسمك مش سمك كبير، يعني بسمك بتكون يعني تخينة، يعني ما بتكونش زي الفطير اللي انا عملته معاكم دلوقتي. خلاص، وبنزل عليها بقى كده هو بزبدة. طبعا دي الطريقة دي في الفطير المشلتت بيحتاج لزبدة بس. خلاص، بيبقى مش مورقاه قوي قوي، ولا هو زي ما عملت الفطير الحادق معاكم. ليه؟ لان هعمله بالطريقة اللي حضراتكم كده شايفينه، اللي انا هبرم العجين. هبرم الفطير كده اهو معاكم، بعد ما حطيت له كمية زبدة كده محترمة. هبرمه بقى